كامل البيوت الجزائرية عندهم حلوى تقليدية يحضروها بزاف بزاف ويحبوها بزاف بزاف، وعندهم ذكريات رائعة معها. في هذا الفيديو راني حنشارك معاكم حلوى سكاط التمر اللي تحبوا ما بزاف كتحضرها لنا في الشتاء خاصة. تابعوا معايا لا فيديو باش تعرفوا الوصفة والتفاصيل نتاعها. بسم الله على بركة الله. نبداو في تحضير العجينة. وللعجينة نتاعنا واش نحتاجو؟ في الاناء نتاعنا نحطو 250 غرام تاع زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة، يعني الا كانت عندك في الثلاجة اجبديها قبل بسوايع هكا باش تطرالك باش تساعدك في الخلط. صاي صحاباتي، وبنفس القوطي ولا العلبة نتاع الزبدة نعبرو السكر، سكر رطب، يعني نفس الاناء نعبرو به سكر ثاني. نديرو 2 حبات نتاع البيض ولا فاني بطبيعة الحال، درت ملعقة ورشة تاع ملح ونخلطو. تخلطي باستعمال الايدي ولا باستعمال الباتر، يعني اللي تساعدك واللي متوفر عندك، يعني ماشي ملزومة بالباتر. انا غير كي راه عندي وصاي تخلطي غاية كيما هكا حتى اللي يولي عندك قوام كريمي، يعني تحسي هذيك الزبدة والسكر والبيض يميل للون نتاعهم اللون الابيض. ومن بيديك كي تحسي باللي الزبدة والسكر تاعك تخلطوا غاية اي صاي تحبسي. ونبداو نضيفو في الفرينة، يعني هذاك الساشي تاع الفرينة كان فيها غير شوية ضفته، ونديرو ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات ونبداو نخلطو ونضيفو في الفرينة، نخلطو ونضيفو في الفرينة حتى اللي نتحصلو على قوام عجينة طرية وملساء. يعني القوام تاع هاد العجينة يكون كيما لاباط صابلي، يعني قاع لي بات اللي فيهم غير الزبدة والسكر والبيض هما عجينة صابلي، عجينة رملية. والعجينة الرملية يعني لاباط صابلي ما تكونش ما تعجنيهاش غير باستعمال الاصابع كما كنت تشوفوا راني نخلطها وندورها باش يعني يدخلنا الفرينه فيها وتجتمع. صاي صحاباتي، خاصكم العجينه ما تعجنوهاش لانه بزاف اللي عندهم مشاكل مع العجينه، يعني تقولك باللي العجينه هتطلق لي الزيت، العجينه راها تجيني مفتة العجينه. السبب هو انك راكي تعجنيها سيدتي الفاضلة. العجينة ما تتنعجنش وما تندلكش، برك تلمي بالاصابع كما كنت تشوفوا، يعني غير بالاصابع راني نجمع فيها هكا حتى تولي عنا عجينة طرية وملساء. وبالمناسبة صديقاتي ما تنساوش تشتركوا في القناة لانه رايحة نشارك معكم وصفات كثيرة ورائعة وجميلة بزاف بزاف، ان شاء الله ما تراطيوهمش. وهذه هي صحباتي، كما كتشوفوا وصلت العجينه ما تلصقش في اليد وطريه وملساء كما قلت لكم. دركا كما على بالكم انا كنت ديجا موجده التمر من قبل، الحشو نتاع هاد الحلوى نتاع التمر تاعنا البنات نحكي لكم عليه كيفاش حضرته. نجيبو التمر تاع العظمه وتنقيه غايه من العلف تاعه وكل شيء، وتغسليه غايه لانه هو شويه يكون مترب، تفوريه في القدر والكسكاس، ومن بعد ترحيه وديري له ملعقه تاع زبده والقرفه والكبابه. هذا ما كان. نرجعوا للعجينه نتاعنا صديقاتي، نحلوا العجينه بسمك رقيق. انا هنا في سطح العمل راني دايره بلاستيك. صاي خواتاتي راني دايره بلاستيك باش يساعدني في اللف نتاع هاد الحلوى. صاي صديقاتي، وراني نحل في العجينه نتاعنا في سمك رقيق، يعني ماشي رقيق كاع رقيق ما نقدرش نعطيكم بالمليمتر، ولكن السمك يكون رقيق هكذا. ونجيبوا الحشو نتاعنا ونحطوه فوق العجينه بهذه الطريقه. والحربوش تاع التمر يعني انت تتحكمي فيه على حسب العلو والحجم نتاع القاطويه اللي راكي باغيه تسديها نتيا. انا راني درت السمك هذا نتاع الحشو ونبدا نلف فيها بهذه الطريقه حتى اللي تتبلع لي كما هكا صديقاتي.
ونقطع باستعمال السكين بهذه الطريقة سهلة، يعني طريقة سهلة ما كاش قاع مسهل منها. وشوفوا يا البنات هاد الحلوى يعني فيها واحد الذكريات رائعة مع الوالدة تاعي، أمي ربي يحفظها كتخدمها لنا خاصة في الشتاء، ويكون هذاك الشتا طيح ودوك الثلوج طيح، هي أمي كتدير لنا هاد الحلوى تحسي فيها بالدفء وتحسي هكا بنة ما كاش قاع كيفها. كل واحد عنده ارتباط بحلوى معينة، لذلك اليوم حبيت نشاركها معاكم ونشارككم بعض من تفاصيل ذكريات الطفولة. كما كتشوفوا تحصلت على حربوش، إلا تبغوه في هذا السمك يعني غليظ ديروه، أنا بغيته شوية يكون كما نقولوا حنايا شوية رقيق، يعني زدت حربلته كيما هكا غير بيدي يعني نحربل فيه باش يجي شوية رقيق، ماشي قاع رقيق رقيق بصح يعني شكل ظريف. بعدها صديقاتي تقطعيها الى حبات نتاع حبات كاطو. انا جبت هاد القطاعه اللي دايره كيما هكا يعني باش يجيني شكل جميل ورائع. شوفوا الشكل كيش يجي يعني مظهر وديكور. وتقطعي كامل الحربوش تاعك الى حبات حلوى، وبعديها يعني دخليهم ديريهم في الصينيه نتاعك اللي تكوني يعني تبغي ديرها فوق ورق الزبده، ولا تبغي ترشي الصينيه نتاعك باستعمال الفرينه، وتحطي هذوك الحبات نتاع الحلوى نتاعك بعد ما تكوني هكا يعني طبعتيهم بالشكل مليح هكا بصباعك باش يقعدوا حبات شابين، وتحطيهم في الصينيه نتاعك وتدخليهم يطيبوا في الفرن. يعني ما كاش اسهل من هذا الحلوى الجميله. نتمنى ان شاء الله تبارطاجيوها عندكم ونحييو كامل الذكريات والوصفات الشعبيه الجزائريه التقليديه. هذه هي صحباتي. شوفوا لي الشكل صديقاتي شحال شباب ما شاء الله، يعني واحدة ذكريات رائعة في هذه الحلوى. نتمنى كامل تشاركوني تجاربكم لهذه الحلوى في الصفحة تاعي اللي راكم تشوفوا فيها هنايا شاف زينب. ان شاء الله كامل تشاركوني الوصفات التجربة تاعكم. وكما كنت تشوفوا الحلوى نتاعي راني درتها في الصينيه ورايحه ندخلها للفرن حتى تاخذ لي هذاك اللون الذهبي الجميل. غادي تنقصي عليها من الفوق ومن التحت، وإلا كانت الفرن نتاعك يطيب من التحت عاود من الفوق طيبيها من التحت تدي لك هذا اللون الذهبي، عاود تشعلي من الفوق باش تدي لك لون ذهبي من الفوق. وخلاص هنايا نرجعوا للتزيين مع بعض. واش نحتاجو في التزيين؟ نحتاجو كمية من العسل وكاوكاو محمص ومرحي، رحيه مليح يعني ماشي حتى يولي بودر بصح رحيه مليح. نجيبو الحلوى نتاعنا نتاع قاطو التمر ونرميوها في العسل كما كتشوفوا نعسلوها، وبعديها نرمدوها في الكاوكاو. يعني طريقة سهلة وتزيين بسيط جدا. كما كتشوفوا انايا بعد ما عسلت كمية من هاد الحلوى درتها تقطر شوية من هذاك العسل، وبعدها نرمده بهذه الطريقة الجميلة والسهلة. يعني سهل بزاف وغاديش ياخد لك واحد الوقت في التزيين. كما كتشوفوا راني نرمد فيه هكا وراني نحرص باش تقعد هذاك التمر هذاك الشكل نتاع التمر يقعد يبان فقط، ونديره في الكيسات. وهذا هو الحلوى نتاعنا صحاباتي. والله يعني جربوها 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 لخاطر غادي تفرحوا بها و يعني تعجبكم بزاف كاع راني متاكده. نتمنى ان شاء الله تجربوها، واللي جربتها كما قلت لكم خلوا لي التجارب تاعكم في الصفحه تاعي في الفيسبوك شاف زينب، راهم الرسائل مفتوحه. هذه هي صديقاتي. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو نتاع اليوم وينال رضاكم ان شاء الله يا رب. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ووصفه واحده اخرى باذن الله. تهلاو لي في رواحكم والى الملتقى ان شاء الله. سلام.